البيت كان هادي والكل فاكر إن الدنيا تمام. ليلى كانت لسه متجوزة عمر وعايشين في فيلا فخمة ومعاهم الشغالة زكية اللي ما بيطلعش ليها صوت. بس الغيرة لما بتدخل مكان بتهده. سعاد طليقة عمر ما كانتش قادرة تتحمل إن في واحدة تانية خدت مكانها، وقررت تدخل الفيلا. بس بالعكس، سعاد اتفقت مع الشغالة زكية بالفلوس وبدأت الخطة الشيطانية. ليلى بدأت تلاحظ إن ريحة الأكل متغيرة، وكل ما تاكل لقمة تحس إن روحها بتتسحب منها. في يوم ليلى دخلت المطبخ فجأة ولقت زكية ماسكة إزازة صغيرة لونها أزرق وبتحط نقط منها في طبق الشوربة بتاع ليلى. لما شافت ليلى، زكية ارتكبت والإزازة وقعت اتكسرت، والريحة اللي طلعت كانت كيماويات خانقة بتدمر الأعصاب بالتدريج. ليلى ما كانتش سهلة، جابت جهاز تسجيل صغير ودارته في المطبخ، وتاني يوم سمعت الصدمة. مكالمة بين زكية وسعاد الطليقة، وسعاد بتقول لها: زودي الجرعة يا زكية، مش عاوزاها تخرج من الفيلا دي غير على النعش، وعمر هيرجع لي وهو مكسور وأنا اللي هداوي جرحه. الخطة ما كانتش مجرد تسميم، دي كانت تصفية بدم بارد عشان سعاد ترجع تاخد الفيلا والعز. ليلى اتصلت بعمر وسمعته التسجيل وهو في قمة ذهوله. عمر عمل كمين وجاب البوليس واستخبوا ورا الستارة، وفي اللحظة اللي زكية كانت بتقدم فيها كوباية العصير المسمومة لليلى، عمر ظهر والبوليس قبض عليها متلبسة. زكية اعترفت بكل حاجة، والشرطة دهمت شقة سعاد ولقت مخزن من المواد السامة وخطط مكتوبة بخط إيدها لإبادة أي حد يقرب من عمر. ليلى نجيت من الموت بأعجوبة، وسعاد وزكية لبسوا قضية شروع في قتل، وعمر طرد الغدر من بيته للأبد. اتعلموا إن اللقمة اللي بتدخل بطنكوا لازم تكونوا عارفين مين اللي طبخها وبأي نية، لأن السم ساعات ما بيكونش في الأكل، السم بيكون في القلوب اللي حواليكوا. دي كانت حدوتة النهاردة في قناة حدوتة. أشوفكم في حدوتة جديدة، وسلام.